كل سنة وانتم طيبين، عيد فطر سعيد علينا جميعا يا رب. النهاردة هنعمل الكحك العيد الناعم دايب خالص، وهنعرف ازاي نحافظ عليه ونخزنه كويس طعمه ما يتغيرش ولا ريحته او نعومته، وهنعرف ازاي نظبط المقادير بتاعة الكحك. شوفوا نعومته ازاي دايب خالص خالص خالص. لو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة لمة العيلة عشان يوصلكم كل وصفاتنا الجديدة، والاشتراك في جميع المنصات، وقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. يلا نبتدي نعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكون مجهزين معانا الدقيق ونخلينه كويس مرتين على الأقل أو مرتين حلو، وهياخد معايا أنا عاملة مقدار 3 كيلو دقيق، واخد معايا معلقة محلب ورشة فانيليا وريحة كحك ورشة ملح، وحطيت عليهم ربع كيلو سمسم. اهم بقى خطوة ان احنا نحافظ على الكحكة ان هو ما يفضل معانا طعمه ما يخزس، واحنا بنسيح السمنة وهي بتقدح نحط عليها نص ليمونة، لما نص الليمونة تسمر نشيلها كده هيفضل معانا الكحك اكتر من سنة متخزن، لا طعمه يتغير ولا نعومته تتغير ولا ان هو طعمه دايب، يفضل معانا اكتر من سنة كده. هننزل والسمنة سخنة، هننزل عليها حبة حبة، ننزل بالدقيق ونعجن. واهم حاجة في الكحك واحنا بنعمله التبسيس، نبسس الدقيق بتاعنا على الاقل ربع ساعة مع السمنة. وفي الوقت دوت هنحضر الخميرة بتاعتنا. طبعا كوباية اللبن وعليها معلقة سكر والخميرة، وهنضربها مع بعض وسيبها تخمر، ولما ترتاح شويه الخميره تعمل، هنروح جايين على طول نازلين بقى بيها ونعجن العجينه الكحك معانا. عشان بقى نعرف عجينه الكحك معانا تطلع دايبه ونعومته كويسه، اهم حاجه قيمه السوائل اللي احنا بنحطها تكون مظبوطه مع الدقيق. يعني مثلا لو هنحط 3 كيلو الدقيق هنحط عليها كيلو ونص سمنه. طب لو عايزين نعمل الكحك على البارد او هو زي بتاع المحلات، يبقى نعمله على البارد. ازاي؟ ان احنا مش هنسيح السمنه، هتبقى السمنه عاديه خالص مش سخنه، وهنحط معاها السكر ونضربه كويس جدا مع بعض، وبعد كده ننزل بالكميات اللي علينا. وما نستخدمش البيكنج باودر، انا ما بحطهوش بيكنج باودر، هو اي دوبك الملح والفانيليا وريحه الكحك. طب ممكن ان انا استغنى عن ريحه الكحك لو حطيت عليها معلقه او يعني جزء معلقه او معلقتين سمنه بلدي، او هعمله بالسمنه البلدي خالص، او ممكن اعمله خليط سمنه بلدي وسمنه عادي. وعملناه بقى بالاشكال اللي نحبه. عايز يعمل شكل الكحك الشكل اللي نحبه تعمليه بيه، ليه اشكال كتير نعملها. طب اهم حاجه طب الكحك عشان ما ينشفش مننا او الحشو بتاعه نشف مننا جامد، يبقى احنا سيبناه في الفرن كتير او على حراره اعلى من 180. طب ساعات احنا وهو في الفرن او طلع الكحك بيبقى فيه شق او فتح، بتكون كميه السوائل بتاعته كتيره. يعني مثلا ممكن حطيت كميه اللبن اللي عجنت بيه كتير او السمنه زياده، فبيشق مننا كده في اول ما يطلع من النار، او هو في الفرن الكحكه بتكون شقت كده وباظت، او احنا حطينا له خميره كتيره او سيبنا له فتره يخمر اكتر. هو احنا يا دوبك ان احنا سيبنا العجينه خمرت، وبعد كده بعد ما شكلناه كله بنسيبها ترتاح تاني شويه، وبعد كده بندخلها الفرن على درجه حراره 180. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديده، وتشتركوا في جميع منصاتنا. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها أيام سعيدة علينا كلنا يا رب، وعيد فطر سعيد علينا. والسلام عليكم ورحمة الله.